يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الهنا على قلوبكم كلكم. حبايبي الحلوين، لو أول مرة تدخلي قناتي أو أول مرة تتابعيني، معاكي شيف ميسة من مطبخها البسيط. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهاردة. بتعملي ايه يا ميسة النهاردة؟ النهاردة بقى قلت هنحتفل كده مع بعض ونعمل حاجات حلوة للولاد، لأن الولاد مصممين. لا اصحي يا ماما اصحي اعمل لنا حاجات حلوة. المهم قمت قلت هنعمل النهاردة، لا مش هنقول، احنا لسه بنوصف. وتعالوا نشوف ايه اللي معانا. لو تابعتيني لحد اللحظة دي، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك يا جماعة، وتعملوا متابعة عشان دايما تبقوا معايا، وكل يوم نبقى في فيديو جديد. ايه يا ميسة جبت ايه؟ كنت لسه بقى جاية من الهايبر ومتسوقة تسويقة الشهر وحطاها في التلاجة، وجيت قلت لا احنا لازم نعمل أكلة حلوة. في اللي عايز ياكل بط، وفي اللي مش بياكل بط، وفي اللي عايز ياكل لحمة، وفي اللي مش بياكل لحمة. قلت طب بصي يا ميسة، انا هعمل لولادي جزء منهم بط وجزء منهم لحمة. طب بمناسبة طبق البيض ده يا ميسة، بتعملي بيه ايه؟ طبق البيض ده رايح جاي كده فيه ايه؟ وعمالة لا ده انا بوريكم يعني الطلبات اللي احنا نشتغل بيها. طبعا موجود الزبادي، وموجود طبق البيض، وموجود السمنة، وموجود اللحمة والبطة والرز والملوخية اللي زي العسل دي. وبمناسبة كاس البسبوسة وبمناسبة السمبوسة، تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. يلا بينا بقى، انا بوريكم كل اللي موجود. وكمان على قد ما اقدر حاولت ان انا اقصر الفيديو زي ما انتوا شايفين. يلا بقى عشان نشتغل ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بمناسبة قرن الفلفل ده، انا هنا كنت بقول لولادي قرن الفلفل ده انا بحبه، وبحب الالوان دي، وبحب دايما احطها هنا ايه قدامنا. الولاد عمالين يضحكوني. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة اعملها الشربات. ليه يا ميسة؟ عشان الشربات انزل بيه على الحلويات لازم يكون ساقع، والحلويات سخنة. انا بحبش الحلويات تكون باردة والشربات ايه سخن، دايما ممكن يعكس معاكي ويعجن معاكي. فانا قلت اعمل الشربات واولع عليه واحطه في التلاجة يسقع لغاية ما نخلص ونشوف هنعمل ايه. طبعا هنا في الطماطم زي ما انتوا شايفين والبطاطس والجزر. هنا بقى هنبتدي نشتغل، وهنا محطوط السمبوسة. طب يلا يا ميسة، هتشتغلي في ايه وهتبتدي في ايه؟ يلا بينا ونروح نشوف هنعمل ايه. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، دخلت على السمبوسة. انت عامله حشو ايه للسمبوسه؟ حسب ما انت عايزه، بتحشيها لحمه، بتحشيها جبنه. انا ولادي في اليوم ده مصممين عايزين جبنه بالجزر، بيحبوا جدا ان هم يحطوا على الجبنه جزر او فلفل مع او زيتون، ويحشوا بيه السمبوسه، بيبقى جميل جدا وتحفه. وهنا زي ما انتوا شايفين عملنا الشربات، وهننزل بيه فين يا ميسة؟ على البوتاجاز. ايه هو مقدار الشربات؟ الشربات ده مقداره كوبايتين سكر يعني كوبايتين ميه، كوباية سكر يعني كوباية ميه، ونزلنا بيه على البوتاجاز. بتعملي يا ميسة؟ انا عندي غية كده او عقيدة زي ما بيقولوا، او عادة بعملها. ايه هي؟ اول ما بدخل المطبخ بروح مولعة على الرز، عشان بعد كده اعمل كل حاجة براحتي. المهم عملت الرز، ان الرز ده هياخد مكان على البوتاجاز. ورجعت بقى هنا عملت السمبوسة، وجيت هنا على البسبوسة. بسبوسة أو حلويات، الولاد عايزين حلويات. جيت هنا نزلت بكيس البسبوسة. طبعا كيس البسبوسة عليه علبة زبادي حسب ما انت عايزة، عايز تحط علبتين، عايز تحط علبة، اللي انت عايزاه. انا هنا بحط على كل كيس بسبوسة علبة زبادي. وكيسين البسبوسة عليهم كيس بيكنج باودر، الأربعة عليهم كيسين. طبعا انا جبت لكم واحنا بنشتغل، ورجعت تاني اجيبها لكم واحنا لسه بننزل بيه. طب ليه يا ميس؟ اقول لكم حاجه وركزوا معايا في اللي جاي. كيسين بسبوسه، بعدين يا ميسة تعالوا بقى شوفوا هنعمل ايه تاني. هننزل بكيس بسبوسه كده 3 اكياس، احسبوا معايا. وبعد كده جينا حطينا السمنه، وحطينا كميه السكر اللي انت عايزاها. كل كيس بسبوسه عليه علبه زبادي.
بس انا بحط كوباية سمنة على الزبادي وعلى البسبوسة، وبحط كوباية ونص او كوبايتين سكر حسب ما الولاد عندي بيبقوا حابين، لان بيحبوا الشربات جامد. هنا نزلت بالمية على البسبوسة. مية ايه؟ ايوه طبعا لازم اعجنها. عندك لبن عجنيها بلبن، عندك مية عجيني بمية. المهم انا عجنت البسبوسة هنا، وبرجع تاني افتح علبة السمنة دي. هتاخدي منها ايه تاني السمنة؟ طبعا انا هاخد سمنة برضو عشان احط في الصينية، انتوا عارفين لازم نحط سمنة في الصينية، ولازم هنا ازود معلقة السمنة عشان ما تطلعش معايا ضعيفة. طبعا انا جبت لكم وانا حاطه السمنة والزبادي والحاجة، وهنا رجعت وبدأنا ان احنا نقلبهم مع بعض. وزي ما انتوا شايفين كده بعد ما قلبناهم ما شاء الله، اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا جماعة. هنبتدي بقى ننزل بكيس البيكنج باودر، لان انا طبعا لما اشتغلت نسيت احط كيس البيكنج باودر، وبعد ما افتكرت رجعت انزل بيه. بس هو المفروض ينزل بعد ما بتنزلي بكياس البسبوسة على طول. هنا بقى جبت الصينية ودهنتها سمنة، ونزلنا بالبسبوسة. والبسبوسة يوميها ما شاء الله عليها طلعت جميلة جميلة جدا وتحفة جدا. اللهم صل على النبي. كده صينية البسبوسة خلصت. تعالوا بقى نشوف بعد صينية البسبوسة هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين احلى صينية بسبوسة ما شاء الله عليها وعلى جمالها. زي ما انتوا شايفين الصينية، اللهم صل على النبي عليها. بعد البسبوسة هتعملي ايه يا ميسة؟ هنعمل الجلاش. انا قلت اخلص صواني الحلويات بعدين ادخل بقى على الاكل وعلى الطبيخ. طبعا انا ولادي عندي مش عايزين الجلاش محشي خالص. عندي ولادي عيطوا ويزعلوا قوي لو عملته محشي، فانا هنا بعمله لهم فاضي لان هم ما بيحبوش المحشي. هبتدي بقى زي ما انتوا شايفين بسهولة جدا وبطريقة سهلة نعمل حلويات في البيت. هنعمل هنا راق وننزل بيه في الصينية ونرجع نعمل غيره حسب ما انت عايزة. شايفين ما شاء الله. انا هنا كنت حطيت سمنة بس هشيلها تاني خالص، مش هحط سمنة خالص. ما شاء الله ما شاء الله، لما اخلص على النبي. ازاي يا ميسة بتعملوا الجلاش؟ فين مش دهنة سمنة تحت ليه؟ هقول لكم بعدين احنا هنعمل ايه. انا هنا كنت بعمل بالعرض، بعدين استخسرت قلت ليه، طب ما احنا بالطول ممكن برضو نستفاد اكتر، يعني ممكن نقلب الجلاش بالطول كده احنا هيبقى احسن لنا. لا ده احنا كده بالطول، ولو قلبناه بالعرض هيبقى احسن. ليه بقى يا ميسة؟ لان الطول هياخد مني كمية كتير، لكن العرض هياخد مني طول يخلي صينية الجلاش يعني بالطول. زي ما شايفين الحجم عامل ازاي، لكن بالعرض هيخليني اطلع كمية قليلة. ما شاء الله اللهم صل على النبي. وهنا بقى هقول لكم هنعمل ايه. احنا ما حطيناش سمنه في الصينيه ولا حطينا اي سمنه على الجلاش. هنقطع الجلاش حسب ما انت عايزه. تشوفي انت عايز تقطعيه بمقاس ايه، اولادك بيحبوا ايه، او ضيوفك. وابتدينا هنا نقطع، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. صلوا على النبي يا جماعه. لو اول مره تتابعيني واول مره تدخلي قناتي، معاكي الشيف ميسة من مطبخها البسيط، ويا رب دايما تفضلوا معانا وعلى طول نبقى بخير وسعاده وهنا. شايفين الحمد لله ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف الرز الجميل ده. الرز بالبصل بالفلفل الاسمر بالبهارات السبعة بمعلقه قرفه صغيره. وبعدين هنا زي ما انتوا شفتوا عملنا صينيه الجلاش، هننزل عليها بكوبايه السمنه. ايه هو اللي انت بتقولي ده يا ميسة؟ زي ما انا بقول لكم كده، احنا مش هنحط سمنه في الصينيه ولا هنحط سمنه على كل راق من الجلاش زي ما في كتير من الشيفات بيعملوا. لا، انت ممكن تشتغلي شغل سريع، تعملي الجلاش وتنزلي بيه في الصينيه، وتبتدي بكوب السمنه اللي انتوا شايفينه ده وتنزلي بيه على الصينيه. السمنه هتخش جوه الجلاش وهتنزل في الصينيه، وهتمسكي فرشه صغيره وتمشي بيها على الجلاش ودخليها الفرن، واحلى صينيه جلاش بالسمنه هتطلع لك. لكن انا لو هشتغل
كل راق وراق في الجلاش يبقى هياخد معايا وقت طويل جدا، وهياخد كمية سمنة كتير بصراحة. وانا من النوع اللي مبحبش السمنة كتير في الجلاش، بس انت تعمليه حسب ما انت عايزة وحسب الرغبة واللي نفسك فيه. انت بقى اعمليه في صينية الجلاش بتاعتك. المهم خلصنا صينية الجلاش زي ما انتوا شفتوا كده، شايفين الجمال. تعالوا بقى نخش على صينية الكنافة. كنافة يا ميسة، الولاد طالبين كنافة. والكنافة الحلوة الجميلة دي كانت فين يا ميسة؟ كانت في الفريزر. دخلتها الفريزر. طول ما انت عايزة تطلعي بنتيجة حلوة في الكنافة ونتيجة كويسة فيها، حطي الكنافة قبلها بيوم في الفريزر، او حطيها من الصبح في الفريزر. ايه رأيكم في صينية البسبوسة؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ جبت سوداني بقى كده وشكلتها. ودي طبعا صينية الجلاش. وخدت معلقة سمنة برضو ونزلت بيها على صينية الجلاش. وبعد ما تنزل في الفرن، اي سمنة هتفضل هرجع اصبها في طبق او في اي حاجة عندك، واخدها استعملها في اي حاجة تاني من انواع الحلويات او طبخة بتطبخيها. ازاي يا ميسة؟ انا ما بحبش السمنة، ممكن انت تكوني بتحبيها، سيب السمنة زي ما هي. المهم بنعمل ايه هنا؟ زي ما انتوا شايفين اللبن ده بنعمل بيه ايه يا ترى؟ بنعمل بيه ايه؟ هقول لكم بنعمل بيه ايه. بنعمل بيه القشطة الكدابة بتاعة الكنافة. طب ايه اللي بعد القشطة الكدابة؟ دخلت هنا على البطة دي، قلت كده اما افتحها كده واظبطها واخليها زي الفل عشان احشيها وارميها في الحلة جنبي وانا بعمل فين؟ في الكنافة. المهم احنا قبل كده عملنا الحشو قدامكم وريتهولكم. وبدأت هنا ان انا افتح جلد البطة بالراحة عشان